الشيخ يا أخي بعيد عنهم كل البعد، بعد المشرق عن المغرب، سواء في العلم أو في العمل أو في الخلق أو في الدعوة أو في الهمة، بعيد عنهم. انظر فقط إلى كبير صعافقة الجزائر، الحقد الذي أظهره على أفاضل أهل السنة، سواء علماء أو طلبة علم أو حتى عوام، سواء داخل الجزائر أو خارجها، الذي لا يجد فيه تكأ للانتصار لنفسه وإظهار مكانته مباشرة ينسى مكانته وفضله عليه. انظر إلى الشيخ ربيع حفظه الله لما كان يزكيه، والله ديانة لا أعلم أحدا انتفع به عبد المجيد خارج الجزائر مثل انتفاعه بالشيخ ربيع. انتفع بتزكيته ووسائطه وإحالة الشباب إليه وعقد المجالس له وتوجيهه، بل والله كان يعطيه حتى المال. لما لم يجد فيه قوة، لم يجد فيه استجابة في الأحداث السابقة، أظهر حقدا وغلا كبيرين على الشيخ. وأنا أعي ما أقول وأعني ما أقول. مرة يقول ما نزيش نروح ليه مباشرة، نسي خيره وفضله، وهو الذي كان لا إذا نزل واعتمر مباشرة ييمم جهة الشيخ ربيع. ومرة يقول يتمسخر بيا، أعطيه رسائلي يقرأها يقول لي جزاك الله خيرا، وبعدين يقول يحقق 6 من رسائل كتب أهل البدع ولم يعذره، بل جعل مجالسه مثال لمجالس الشر، فكان يقول مجالس فركوس أشر من مجالس ربيع. الشيخ عبيد رحمه الله مات وهو عنه قد خسر الشيخ عبيد قبل موته رحمه الله. وتعرفون الشيخ عبيد وكيف كان يزكيه ويثني عليه. لما خالفه في تلك الأحداث وطالبه الشيخ عبيد بأن يحضر الأدلة التي يدين بها الجماعة وإلا يحكم عليه بالنكول، يقول يتمسخر بي حتروحوا قاضي يحكم علي بالنكول، ولم يحترم شيبتهم ولا سابقتهم وإن أخطأوا. لا يخاطب أهل العلم هكذا. فإذا كان هؤلاء علماء لهم أيادي بيضاء عليه، لم يحترم سابقتهم ولا فضلهم عليه، فما بكت نحن. الشيخ فركوس هو حدثني، كبير صعافقة الجزائر حدثني أن الشيخ تابعه في رسالته حرفا حرفا وكلمة كلمة من أول الكتاب أو من أول الرسالة إلى آخرها. والآن ترون لا أحد حارب الشيخ مثل هذه الحرب التي يتولاها كبير صعافقة الجزائر، ونسي تماما الفضل والخير. لما كان تحت عباءة الشيخ كان يقول لنا لولا الفوزان لقلت أنه أعلم أهل الأرض. وكان يقول الشيخ فركوس أعلم من ربيع وعبيد مجتمعين. وكان يقول علامة الغرب الإسلامي، وهو الذي لقبه بمفتي إفريقيا. فلما الشيخ لم يداهنه في أخطائه قامت قائمته، لأن الرجل من ينتصر له أو يعينه على الانتصار لنفسه أو يستفيد من ذلك يقدمه يجعله في مصاف الكبار، ولا هي منهج ولا علم ولا أصول سنة ولا غير على السنة ولا شيء، فقط النفس. وقد خطت يمينه في بعض مؤلفاته الواتسابية قوله سيندم يوم أن فكر في إسقاطي. هذه هي الفكرة العامة لهذه الحرب،
سيندم يوم أن فكر في إسقاطي. والله الشيخ ما فكر في إسقاطه ولا شيء، بل فكر في إسعافه. هذا حقده على العلماء، ما بالك طلبة العلم أو من لم يعنه في حربه هذه القاذرة. انظر فقط إلى خيرة إخواننا الذين كانوا حوله، كانوا يخدمونه بأعينهم، بنفوذهم، بأموالهم، بأخلاقهم. يرفع يده يجدهم أمامه في الشرق وفي الغرب، في الشمال وفي الجنوب، وفي الغالب لا أحد يعرف الآخر. هل تواطؤوا وتواصوا على حربه؟ أبدا. لما دنوا منه ورأوا هذه الأخلاق وهذه الأحقاد التي تخرج منه تركوه، وفقهم الله عز وجل لذلك. خير إخواننا أبو عبد الله أسامة، أبو أنس إلياس، فوزي، فريد، أبو معاوية عبد الباسط. هذا أبو معاوية عبد الباسط الذي فتح مدرسة الإبانة، فتح له مدرسة الإبانة من أجل الدعوة الله عز وجل، كان يظن ذلك، وكان يعني يسافر معه على نفقته، وكان يفعل ما يفعل من الإحسان إليه، وكان يسوق به سنوات كثيرة. لما ابتعد عنه اتصل بي كبير صعافقة الجزائر ليحذرني منه. تعرف ماذا قال لي؟ قال لي احذر من عبد الباسط قد تصعفق. قلت له من عبد الباسط؟ قال لي سائق عويسات. مباشرة أنكر أن يكون له به صلة. سائق عويسات، راح الحقبة الأولى تمام، لأنه الأخ عبد الباسط كانت عنده علاقة بعبد الغاني عويسات، فلم ينسبه إليه، ولم يقل الأخ الذي معي أو تعرفه معي ولا عبد الباسط اللي تعرفه، قال مباشرة سائق عويسات. وهكذا فعل مع الأخ أسامة لما أرسل له رسالة وقال له اتق الله وتب إلى الله عز وجل. يقول الشباب السائق تاع نبيل أرسل لي رسالة سيئة جدا، والأخ أسامة له أيادي بيضاء عنه عليه، وكان يرسل له كبير صعافقة الجزائر والله لا أنسى خيرك أبدا ولا أنسى فضلك أبدا، جزاك الله خيرا أخي الكريم. ثم أصبح سائق نبيل وأصبح كذا وكذا إلى غير ذلك، وكلهم كان يقول لهم هذا الكلام. الأخ فوزي تاعنا احنا له أيادي بيضاء عليه لما كان هنا في قسنطينة، حسا ومعنى، العمرات والإحسان إلى غير ذلك، يصعفقه في ثواني. تشابه أسماء فقط، ما اتصل به ولا تثبت ولا نصحه ولا كذا، مباشرة في ثواني معدودات يتصل بقسنطينة يحذر منه، ثم يتبين أنه تشابه أسماء، ولم يتكلم فيه فوزي ولم يطعن فيه إلى غير ذلك. بل أزيدك ولا أطيل عليك في هذا الأمر، بل إن أخلاقه حتى مع أتباعه فيها حقد وفيها حسد وفيها ما فيها. إذا كان أول أتباعهم وعلى رأسهم الملبس كان يقول لي والله لا يجمعني به سقف، وكل ما يهضر يباصينا، وتمنيت أن يكون مع الجماعة. وعقد له 3 مجالس، عقد عليه 3 مجالس، مرة مع الشيخ ومرة في مجالس مستقلة للنظر في قضيته وكيف يتم التخلص منه وكيف يتم التحذير منه. وكان يقول لي تحضر رقمه، أحضر رقمه، لا تتواصل معه تماما. الهضابي هذاك لما، وكلكم سمع الصوتية، لما قال مستعد نضحي به ويحذر منه في الخاص، وأنكر عليه أشد الإنكار في بداية الأحداث كيف يصف الشيخ بأنها فتوى خارجية، وبعدين في العلن تجده يثني ويقدم. يصف زعيمه
المزعوم ويقول لي لابد للعالم من سفيه يدافع عنه، يعرف أنه سفيه ويصفه بالسفيه، ثم يغش السلفيين ويقدمه لهم على أساس أنه زعيم وعلى أساس أنه كذا كذا. فهذه أخلاقه مع العلماء أو طلبة العلم أو العوام، بل حتى مع الموافق. لا يستأنس ولا يأمن إلا نفسه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا الذي أقوله لك والله أعلم. هذا بغض النظر عن كذبه ببنانه ولسانه، وقد سمعه الجميع يقول أنا أب المعارض، فلا تكاد تميز بين كذبه وصدقه وتوريته. وأيضا كم سعى في التفريق بين الأحبة، وقد فرق بين الشيخين الكبيرين ربيع بن هادي عمير المدخلي محمد علي فركوس حفظهما الله تبارك وتعالى، وكانت بينهما مودة كبيرة واحترام كبير متبادل. فكان الشيخ ربيع جزاه الله خيرا في الأحداث السابقة يحيل على الشيخ فركوس للحكم بين الأطراف، ويقول اذهبوا للشيخ فركوس يحكم بينكم. هذا الأمر لا يساعد كبير صعافقتنا، فسعى وتكلم باسم الشيخ فركوس ورد باسم الشيخ فركوس كل دعوة للإصلاح أو الاجتماع أو غير ذلك، فاستطاع أن ينقل باسم الشيخ فركوس الشيخ فركوس من كونه حكم بين الأطراف إلى كونه طرفا في القضية، مثل ما فعل أيام عبد الحميد العربي. كان خلاف بينه وبين عبد الحميد العربي، وبدأ عبد الحميد العربي يرد عليه، وكتب عبد المجيد 6 مقالات لم يستطع أن يسكته، ثم ذهب إلى مجمع الإصلاح وانتقل من هذا إلى هذا، واستخرج منهم البيان في عبد الحميد العربي، ثم انسل من هذا القضية وأصبح عبد الحميد العربي يتكلم في الشيخ فركوس ونسى قضيته مع عبد المجيد. من أخلاقه أنه يوغر صدور السلفيين بعضهم على بعض، وكم أوغر صدور الطلبة على الشيخ فركوس. لاحظت مؤخرا كيف ظهرت الجرأة في تبديعه للسلفيين. قال على الذين اتخذوا موقفا سليما، قال هؤلاء خرجوا من السلفية إلى السرورية، وجعل حالهم كحال الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله المستعان. من أخلاقه إفشاء الأسرار، أسرار الإخوة. كم من أخ استأمنه على سر واستشاره في مشكل عائلي يجد سره ومشكلته العائلية عند أخ آخر، وقد وقفت على هذا النوع. يجد مشكلته عند شخص آخر، ولما ذهب هذا الشخص نفس الشيء عنده مشكلة أسر بها كبير الصعافقة فوجدها عند الشخص الأول. وكم أعطى مواعيد وأخلفها، وكم من على السلفيين بالجلوس معهم، وهذا أقصى ما يقدمه. كم تلاعب بأموال الناس، وهذا بحر لا ساحل له. كم تلاعب بالهبات المشروطة إلى غير ذلك. فالشيخ بعيد كل البعد عن أخلاقه والله المستعان. فهذا بعض من كل ودق من جل من أخلاقه. فهل يصح بعد ذلك أن يكون في الدعوة إلى الله عز وجل، أو أن يكون رأسا أو على هرم الدعوة إلى الله عز وجل، فضلا أن يبدع عالما ثابتة سلفيته بيقين؟